الفنان أحمد عبد العزيز بيوجه رسالة قاسية جدا للفنان عمرو دياب. عمرو دياب المغنواتي اللي ضرب معجب على وشه، هو مش من حقه يضربه أكيد. طبعا ضربه على وشه عشان طلب بس يتصور معاه صورة سيلفي. تعالوا نشوف أحمد عبد العزيز الفنان الكبير عمل ايه وقال ايه، وكمان هنشوف اخر تطورات الموضوع. انتم متخيلين ان عمرو دياب المحامي الخاص بيه راح وحرر محضر في قسم شرطة التجمع الأول ضد هذا الشاب علشان عمل إيه؟ طيب إيه اللي هو عمله؟ ضربك يا عمرو دياب على وشك بالقلم فأنت بتعمل فيه محضر؟ لأ، هو قرصني وضايقني في حفل زفاف بنت المنتج محمد السعدي، وانتشر فيديو بقى في الساعات اللي فاتت، ويجيبه لك معرفش زاوية شمال زاوية يمين، ويحط لك ان الولد ده مسك عمرو دياب بطريقة غير لائقة وهو كان عايز معرفش ايه، دخلوا الولد في قصة صعبة جدا وهو اللي بقى غلطان. بدل ما الولد ده كان اخد حقه في وقتها، ما خلاص بدل اترفعت الايد بتتساوى الروس على فكرة، لكن الولد اتخض فعلا اتخض. واهل هذا الشاب عملوا ايه لحد دلوقتي؟ قالوا احنا صعايدة وهناخد حقنا بالقانون. علقت اسرة الشاب المصري سعد اسامة على واقعة صفعه من قبل الفنان عمرو دياب خلال محاولة الشاب انه ياخد صورة مع عمرو دياب في حفل زفاف خاص، وبالمناسبة هو كان معزوم داخل الفرح. قال والد الشاب سعد أسامة انه هيحرر محضر ايضا ضد الفنان عمرو دياب بعد اللي عمله في ابنه، لان احنا مش هنستحمل، لانه لو اتضرب بايه بس ما كانش اخد القلم على وشه بالطريقة دي، وهنعمل محضر وناخد حقنا بالقانون. وايضا قال تاني ان ابني شغال وبياكل عيش من بعد ما اتخرج من الجامعة زي اي شاب، وشغال مع الناس بقالهم فترة ومفيش اي مشكلة حصلت منه، وهو دخل جوه اوضته وقفل على نفسه ومش بيرد على حد ولا راضي يتعامل معانا ولا راضي يكلمنا، لان دي اهانة كبيرة لينا واحنا ناس صعايدة. طبعا ده مجمل التطور اللي حدث لحد اللحظة دي، يعني متخيلين. المهم ان الفنان احمد عبد العزيز دخل واتكلم في هذا الامر. كلكم فاكرين وقعة الفنان احمد عبد العزيز لما كان خارج من العزاء الفنانة رحمة الله عليها شيرين سيف النصر، في واحد من ذوي الهمم حاول يمسكه من كتفه او حاجة علشان يتصور معاه. طبعا كان رد احمد عبد العزيز ايضا قاسي، قال له بس يلا انت فاكر نفسك ايه؟ انت بتمسكني كده ازاي؟ وكلنا انتقدنا الفنان احمد عبد العزيز في وقتها. ولكن الفنان احمد عبد العزيز اخلاق الكبار، طلع وحس ان هو غلطان وقال والله كنت طالع مش شايف قدامي، انا كنت في اليوم ده حزين قوي على صديقة عملنا مع بعض شغل كتير، فما كنتش قادر اتصور مع حد. عزم هذا الشاب من ذوي الهمم في بيته وقعد معاه وصفى الموضوع وعمل اخلاق الكبار فعلا. طب يا ترى عمرو دياب هيعمل كده؟ لا، خد عندك عمرو دياب حرر محضر ضد هذا الشاب علشان يقول انه بيمسكني من اماكن ما تنفعش اتمسك منها. والله الموضوع يا جماعة لحد الان قولوا رأيكم. طب احمد عبد العزيز قال ايه؟ الفنان احمد عبد العزيز قال مش عيب قوي لما نغلط نطلع ونعتذر او نقول احنا غلطنا او ما كانش قصدنا؟ عيب قوي ان فنان كبير ومشهور زيك يا عمرو دياب انت اللي تحرر محضر في هذا الشاب. بالعكس كان المفروض تعوضه وكمان تردوا له كرامته، لانه ده ولد صعيدي، وحتى لو مش صعيدي محدش يرضى على نفسه هذه الاهانة. ليه بتقلل من نفسك ومن مسيرتك بعد هذا المشوار الفني الكبير؟ ودي مش اول غلطة ليك، قبل كده قلت على السواق بتاعك انه فين الحيوان السواق بتاعي، وكمان لما زقيت مهندس الصوت برجلك، وكمان غيرها احداث تانية كتير. لا عيب، هو احنا مش لما بنكبر بنرجع لورا؟ المفروض ان احنا الكبر ده عبر، نحس بالناس وكمان نشوف احنا بنغلط في ايه ونصلحه. طبعا رأيكم هو اللي مهم، ورأيكم في كلام الفنان احمد عبد العزيز، ويا ترى في وجه مقارنة ما بين الموقفين ما بين احمد عبد العزيز وعمرو دياب ولا لا؟